عارف ان الوقت بقى اغلى حاجة في حياتنا، وساعات بنبقى عايزين نقرا كتب اكتر بس الوقت مش مساعدنا او مش عارفين نبدأ منين. احنا بنجيب ليك اهم الافكار من كل كتاب، بنلخصها ونشرحها بطريقة سهلة ومباشرة وكأنك قريته كله. هتلاقي افكار ملهمة في مجالات كتير، تنمية ذاتية، ادب، فلسفة، كتب تديك اسرار النجاح العملي. كتابنا اليوم لا تهتم بصغار الامور لريتشارد كارلسون. الكتاب بيقولك ببساطة ما تاخدش الحياة على أعصابك، وإن التفاصيل اللي بتشغل بالك ساعات ممكن تكون أبسط بكتير لو غيرت طريقتك في التعامل معها. لو بتحس إنك بتتوتر من حاجة تافهة أو بتشيل هم ملوش لازمة، الكتاب ده مناسب جدا ليك. الفكرة الرئيسية: لما تتعلم تتعامل مع الأمور بهدوء هتكتشف إنك مش بس بتقلل التوتر، لكن كمان بتلاقي حلول أسرع للمشاكل. الكتاب بيقولك إن العصبية وردود الفعل السريعة بتضخم الحاجات الصغيرة، لكن لو فكرت بهدوء هتشوف الأمور بحجمها الحقيقي. لما عقلك يكون رايق هتلاقي نفسك قادر تواجه أي حاجة مهما كانت صعبة. الفكرة إن الهدوء مش ضعف. الكتاب بيأكد إنك لو فكرت في تأثير المشكلة على المدى البعيد هتلاقي إنها ما تستحقش كل التوتر ده. خليك هادي وخد كل حاجة بحجمها الحقيقي. عيش اللحظة بدل ما تندم على الماضي أو تقلق من المستقبل. ركز على اللحظة اللي بتعيشها دلوقتي. الحاضر هو المكان الوحيد اللي تقدر تعيش وتغير فيه. التسامح مش بس مع الآخرين لكن كمان مع نفسك. لما تسامح بتريح قلبك من الغضب والحقد اللي بيتعبك أكتر من غيرك. تحكم في ردود أفعالك، ما تخليش أي موقف يستفزك ويطلع أسوأ نسخة منك. لا تكن دائما على حق، ساعات الأفضل تسكت علشان السلام أهم من الفوز. كن لطيف بدل من مثالي، مش لازم تكون كامل أو الكل يحبك. كن لطيف بدل من مثالي. اللطف بيخلق علاقات حقيقية أكثر من المثالية. الامتنان بيخليك تحس بالرضا مهما كانت ظروفك. التفكير الزايد عن حدة بيخليك تعيش في دوامة ملهاش نهاية. ما تهدرش طاقتك على كل سيناريو أو تفاصيل صغيرة. بسط حياتك، ما تعقدش نفسك ولا تلاحق كل حاجة مرة واحدة. ركز على الخير في الآخرين بدل ما تدور على عيوب الناس. حاول تشوف صفاتهم الحلوة. لما تبص للخير فيهم هتحس إنك مرتاح أكتر. في الشغل خلي علاقتك بزمايلك مرنة وابني بيئة إيجابية بدل ما تدقق في كل غلط. شوف جوانب القوة في فريقك ودعمهم بدل ما تنتقد دايما. في العلاقات ما تعقدش الأمور بالخلافات الصغيرة أو التفكير في كل كلمة حد قالها. في الحياة اليومية ركز على اللحظة الحالية واستمتع باللي عندك بدل ما تقلق على اللي جاي. رؤية الحياة بمنظور أوسع، ما تخليش تفكيرك محدود بمشكلة صغيرة أو موقف محدد. الحياة أكبر بكتير من التفاصيل اللي بتشغل بالك. العقل البشري مبرمج، عقلك متعود يشتغل بأسلوب معين بناء على اللي بتعود عليه. درب نفسك تفكر بشكل يخدم أهدافك بدل ما يقف قدامك. كل مشكلة مشهد قصير، اتعامل مع المشكلة على إنها لحظة وتنتهي، وما تخليش تأثيرها يدمر يومك كله. لا تسعى للمثالية، الكمال عائق للسعادة. لما تفضل تسعى للكمال في كل حاجة هتلاقي نفسك دايما متوتر ومش راضي. المثالية ليست هدف واقعي، مش كل حاجة هتكون كاملة أو زي ما انت متخيل. خليك واقعي واشتغل على تحسين نفسك بدل ما تطرد فكرة الكمال اللي مستحيل توصل ليها. اقبل الخطأ وتعلم منه. كل واحد بيغلط، والمهم ازاي نتعلم من الغلط بدل ما نزعل عليه. التوقف عن المقارنة، مقارنة نفسك بالآخرين. لما تقارن نفسك بالناس بتتعب نفسيتك لأنك دايما هتشوف حاجات ناقصة عندك. كل شخص ليه حياة مختلفة، كل واحد عنده ظروفه وتجاربه المختلفة. تقبل ان حياتك فريدة واشتغل على اللي يناسبك بدل ما تقلد غيرك. اشتغل على تحسين نقاط ضعفك وتنمية نقاط قوتك. ما زلنا في ملخص لكتاب لا تهتم لصغار الأمور. شكرا على تواصلكم معنا، ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، شير. تفاعلكم معنا هو اللي بيشجعنا ان احنا نكمل يوم بعد يوم. نرجع لتكملة كتاب لا تهتم لصغار الأمور لريتشارد كارلسون. التحكم في ردود الأفعال، لديك حرية الاختيار. التحكم في كيفية استجابتك ليها، انت المسؤول عن رد فعلك في كل موقف. ما تخليش الاحداث تتحكم في مشاعرك. خليك هادي لدينا خيار. دايما في اختيار عندك، سواء كنت هتسلم لمشاعرك او هتواجه المشكلة بعقلانية. اسأل نفسك قبل ما ترد او تتصرف. اسأل نفسك اذا كانت الاستجابة دي هتنفعك او هتضر. التفكير قبل التصرف بيساعدك تتجنب الأخطاء وتاخد قرارات أفضل. البساطة، كل ما كانت حياتك أبسط كل ما كان عندك وقت أكتر للتمتع بيها. الحياة بتكون أسهل لما تركز على الأساسيات. هتلاقي نفسك بتعيش حياتك بشكل أسهل وأقل توتر. الدماغ البشري لا يستطيع التركيز على أكتر من حاجة واحدة. عقلك مش مهيأ يتعامل مع أكتر من مهمة في نفس الوقت. عشان كده خلي تركيزك على حاجة واحدة. أهم 3 أولويات. حدد أهم 3 حاجات في حياتك وركز عليهم عشان توصل للي انت عايزه. كن لطيفا بدل من أن تكون دائما على حق. التسامح مش بيساوي الضعف، بالعكس بيخليك تترك الحقد وتعيش بسلام داخلي. التنازل عن الصراع من أجل السلام الداخلي. في بعض الأحيان التنازل عن الحق في الصراع بيخليك في راحة أكبر. لو حاسس إن رأيك صح مش لازم تفرضه على كل الناس. زي ما انت عندك وجهة نظر، غيرك كمان ليه وجهة نظر مختلفة. الامتنان، قدر الأشياء البسيطة. الامتنان أساس السعادة. الامتنان بيخليك تشوف الجمال في حياتك بدل ما تركز على السلبيات. تدريب العقل، عقلك زي أي عضلة، لو دربته على التفكير الإيجابي هتشوف حياتك بشكل أفضل. خلي عقلك يتعود على التفاؤل.
حاجات بتحسسك بالامتنان. افتكر دايما الحاجات اللي عندك. الكتاب بيأكد ان الفشل جزء طبيعي من الحياة، لازم نتقبل انه مش نهاية العالم. كل تجربة فشل بتعلمنا حاجة جديدة وبتكون فرصة للنمو والتطور. بدل ما نشوف الفشل كإخفاق لازم نشوفه كدرس بيعلمنا ازاي نتجنب أخطائنا. الكتاب بيشجعنا على التوقف عن التفكير الزايد لأنه بيخلق توتر غير مبرر وبيمنعنا من التصرف بشكل عملي. التفكير المستمر في المشكلة مش هيوصلنا لحلول، بالعكس هياخد وقت أكتر من اللي محتاجينه. التردد في اتخاذ القرارات بيستهلك طاقة نفسية وبيشتت التركيز على الحلول الفعالة. أهم حاجة إنك تحدد وقت مخصص للتفكير في المشكلة وبعده تتحرك وتنقل تركيزك لخطوات الحل. لما تكون أكتر تركيز ومحدد في تفكيرك هتقدر تتعامل مع المشاكل. الكتاب بيقولك استمتع بالتفاصيل البسيطة لأنها الحاجات اللي بتعمل فرق في يومك. مش لازم تضيع وقتك في التفكير في تفاصيل صغيرة مش هتأثر على حياتك في الصورة الكبيرة. ركز على اللحظات الصغيرة اللي بتضيف فرحة ليومك من غير ما تنشغل بالحاجات اللي بتكبرها في عقلك. السر انك تعرف تلاقي التوازن، تستمتع بالحاضر من غير ما تضيع تركيزك على هدفك الأكبر. شكرا على متابعتكم معانا من خلال كتاب لا تهتم بصغار الأمور لريتشارد كارلسون. انتهينا من تلخيص الكتاب ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن حضراتكم بينا. دعمكم لينا من خلال لايك شير سبسكرايب هو اللي بيشجعنا ان احنا نستمر يوم بعد يوم. من خلال اختياركم لكتاب من الكتابين اللي موجودين قدامنا، عقلية المليونير او العادات السبع للناس الاكثر فعالية، هتقدروا تساعدونا ان احنا نقدم ملخص لكتاب الحلقة اللي جاية.